بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم البنات. وقبل ما يخلص رمضان جبت لكم اليوم حساء الكروفات اللي راح يجيكم بنين بزاف بزاف. راح نحضروا على طريقتي بطريقة جد سهلة، وصدقا يا البنات يجي بنين وبنة تاعو خير من تاع المطاعم بحد ذاتها. خفيف وبنين وما يتشبعش كامل، وعلى بركة الله راح نبدأ. في طنجرة راح ندير مغرف كبيرة تاع الزيت، عليها يا البنات نص مغرفة هكذايا تاع الزبدة. نخليهم يسخنوا حاجة قليلة، وراح نجيب كميات تاع الكروفات. شوفوا هنا شحال درت، حوالي كاس فقط، ومد لي واحد النتيجة هايلة لانه استعملنا واحد الحيلة ومن بعد راح نشوفوها. في البداية راح نسبقوا هكذايا نحمصوا الكروفات نتاعنا. كما راكم تشوفوا راح تلاحظوا بالتدريج بلي رايحة تطلق الماء تاعها، وماهيش راح تطول في الطياب، واحد 3 دقائق رايحة تطيب معاكم. كما راكم تشوفوا ها لكم هنايا. غير ما نلحقوا لهذه المرحلة يا البنات رايح نحوها ونخلوها على جنب. وفي نفس هنا الزويته رايح نجيبو هنا القشور تاع الكروفات ونديروه يتقلى هو تانيك باش نحمصوه، باش نستخلصوا البنة اللي موجودة فيه. وهذا هو السر باش يجيكم لاصوب نتاعكم بنينة. نار متوسطة ونقعدوا هكذايا نقلبوا فيه كما راكم تشوفوا. حوالي 6 دقائق حتى ل7 دقائق راح تكون كافية. شوفوا هنا معايا ما هو طلق هذاك الماء تاعو، بالاحرى راح تجينا هاد لاصوب روعه. دوكا راح نمرقو بكميه تاع الماء اللي يكون سخون، ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا واحد 8 دقائق. بعدها نصفيها القشور نتخلصوا منه بطبيعه الحال، والمرق نخلوه على جنب. وفي طنجرة واحدة أخرى راح نديرو مغرفة صغيرة تاع الزبدة، عليها حوالي مغرفة ونص تاع الزيت. بعدها حنجيب حبة تاع البصل اللي تكون كبيرة قطعتها مكعبات. وباش تجيكم الوصفة تاعكم بنينة كيما تاعي تقيدوا بالطريقة. هنا البصيلة تاعكم لازم تحمروها هكذايا مليح، حوالي هنا 5 دقائق وانتم هكذا تحمصوا في هذيك البصيلة تاعكم باش تجيكم هايلة. وكما راكم تشوفوا وبعد ما تقلت لي واكتسبت هذا اللون رايحة ندير 2 حبات تاع الزرودية، واللي هو الجزر هكذا باش يفهمونا كامل الدول. ورايح نزيد نعاود هكذا نقلبهم ونحمصهم. من أروع وأبن الوصفات اللي راح نجربوهم في أواخر شهر رمضان المبارك اللي هو هاد الحساء. جربوا يا البنات الوصفة، راح نديروا بها حلا وراح تعتمدوها. وبعد ما تحمصوا لي المكونات راح ندير حبة تاع البسباس بها بهذاك الغصن الأخضر واللي هو الشبت. نتبل هنا بكمية تاع الملح كما راكم تشوفوا، ورايحة ندير شوية تاع الفلفل الأبيض ورشة خفيفة تاع توم بودرة. نزيد نعاود هنايا نحمصهم مليح ونحاول نقليهم بالتدريج. كما راكم تشوفوا راح تلاحظوا باللي الخضره تاعكم رايحه تدبل كامل، ومام الكميه هنا رايحه تنقص. اذا كان درتوا كميه كبيره تاع الكروفات ضاعفوا هنا المقادير. غير يتحمصوا المكونات راح نديروا حبه تاع طوماطيش اللي كنت هنايا قشرتها مع مغرف كبير هكذا تاع طوماطيش مصبره، ونزيد نعاود نمزج ونخلط ونقلي. وسبق لي ما قبل وحضرت لكم وصفة بوراك على طريقتي بالكروفات ونال إعجابكم والحمد لله. وشارك تانيك معاكم وصفة كيش بالكروفات بعجينة هايلة بدون زبدة وبدون بيض، تجي مقرمشة وتجي بنينة وحشوة يا البنات زاكية وهايلة. غير جربوا هاد الوصفات لأنه راح نديروا بيهم حالة. هنا واش نسيت درت شويه تاع العكريت، تقدروا هنا صراحه ما ديروا شويه تاع الحار للناس اللي تحب هذاك الحساء اللي يجي حار. وريقه هكذا صغيره تاع الرند وكميه قليله تاع الزعتر. وبعد ما قليناهم مليح نتحصلوا على هذا القوام. الخضره تاعنا راهو دخلها طياب وكل حاجه راهي اتقلات. هنا راح نمرقوا بهذاك الماء تاع الكروفات يا البنات كما راكم تشوفوا، ونحاول نمزج هكذايا مليح. نستخلصوا البنة اللي موجودة في الطنجرة تاعنا، نغطي عليهم ونخليهم واحد 10 دقائق. شوفوا لي المنظر كيفاش راهو يشهي، وصدقوني واحد الريحة كيفاش راهي تعبق من أروع ما يكون.
هنا قبل ما ندوزو للخطوة الأخيرة لازم نتخلصوا من هذيك الوريقة تاع الرند والزعترة اللي درناها. كما راكم تشوفوا هنا راني نقلب بالسيف ما لقيتها. المهم واش ندير في هذه المرحلة راح نرجع ديك الكروفات نتاعي اللي كنت حمصتها في البداية بيها بهذاك العصير نتاعها اللي تلقاتو، ونجيب هنا البغا مكسور وريحة نطحن كلش مليح. نصيحة للمبتدئة هنا قبل ما تطحنها راح ترفد زوج غرارف من هاد الماء وتخليه على جنب، وبعد ما تطحنها إذا كان جاتها تقيلة رايحة تخففها بهذاك المقدار تاع الماء اللي نقصاتو. عكس انا راني متعوده شوفوا لي الله يبارك القوام والملمس نتاعها بزاف كريميه بزاف ناعمه وبزاف حريريه، والبنه تاعها روعه. رجعوها فوق النار حوالي 2 دقائق تبقبق، بعدها قدموها وتاكلوها بالصحة والهنا وبسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، حساء الكروفات على طريقتي واللي جا بنين بزاف. وصفة تستحق تجربة وراح نأكد لكم إذا كان جربتوها راح توليو مدمنين عليها، واللي دوقها عندكم راح يسقسيكم على الوصفة تاعها. جربوها ماكمش راح تندموا كامل، وإذا كان جربتوها خلوا لي تطبيقاتكم في الجروب تاعي. إذا كان عجبكم الفيديو جيم وما تنساوش تجربوها تحبوها.